الرياض تتأهب لمواجهة سيدني، ومراكش تتطلع لرؤية الهلال والحدث نهائي أندية آسيا. فهل يفعله الأزرق أم ينهي نجوم أستراليا أحلام الأزرق السعودي؟ تقرير محمود علاق. الكرة هل تكون في ملعب الزعيم أم يحمل الكانغارو الأسترالي راية التمثيل الآسيوية في مراكش؟ يتفاءل أنصار الأزرق فيما تترقب الرياض معركة الحسم في إياب آسيا، فيما يتمسك جمهور سيدني بحقائق النتائج والتصنيف. متحمسين ان شاء الله مع الشباب ومتفائلين جدا انهم بيطلعون نتيجه ايجابيه ويرفعون الراس ان شاء الله. والله ان شاء الله نتمنى الفوز الفريق الهلال السعودي ويرفعون راسنا. اقول ان شاء الله ان الهلال مقدم يعني مستوى كويس يعني، وان شاء الله متفائلين خير يعني. في الهجمات الحين ضايعه لنا وضاغطين عليهم، ان شاء الله نرجع بنتيجه كويسه باذن الله. الأزرق يؤجل فرحة هؤلاء بذهاب إلى المغرب إلى حين، ولكنه يبقي حلم التتويج بكأس البطولة الآسيوية لأول مرة في تاريخه بمسماها الجديد قائما. الهلال ما لعب صح، وصل الباب بس ما انه ما هدف. سيدني جت فرصه وهدف، يستاهل الهدف. لا المهمه مش صعبه، وان شاء الله يقدها فريق نادي الهلال، وحنا كشعب سعودي مع نادي الهلال. والله الحمد لله، الحقيقه الهلال قدم مستوى حلو، لكن مشكله الكره ما تعترف الا بالاهداف. الشوط الاول سيطره كامله، الشوط الثاني هفوه من الدفاع بسيطه، لكن ان شاء الله معوضه ان شاء الله. عالم لكرة القدم في نسختها القادمة، فهل تشهد مراكش ومقاهي المدن العربية من المحيط إلى الخليج حضورا مكثفا لمتابعة المباريات؟ فبالتأكيد حضور الثلاثي العربي سيجعل البطولة أكثر جاذبية وإثارة عن كل ما سبق، فهل يفعلون؟